البراندنج هو اهم حاجه في الماركتنج. حطيت رجلي شفت لي فيديو يوتيوب هخش بكره احقن بقد كده. انا مش بسمي ده انفليشن، عندي فولورز كتير زي ما انت بتقول، بشفق على الناس دي. يجي الثقه العيان فيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست الجامدين. النهارده معايا اخويا وشقيقي والعزيز الغالي الاستاذ الدكتور وليد مدحت. برضه هو من الناس اللي زوغت مننا في السيزون الاول. ما اقدرش وبس انا مسامح لان هو كان رايح في مهمه رسميه يعني برضه عشان صله الرحم، برضه المهمه دي حاجه مهمه جدا. بس ازيك يا دكتور حبيبي؟ وحشنا والله جدا. اخبارك ايه؟ وحشني يا باشا، اخيرا عرفنا نتلم عليك. ده انا مستني دوت اخيرا. لا انت بتزوغ مني، انت عمال ازوغ لغايه اخر لحظه، وحتى بحاول النهارده عمال اطردك النهارده وكل شويه تعمل فيها مشغول وبتاع. طب اصل انا عندي لا انت حبيبي انت حبيبي. ازيك يا دكتور؟ حبيبي. في كده اسئله عندنا كده ليها علاقه بالايه بالايام اللي بنعيشها خلاص، وبالمهنه اللي بنمارسها، وفي حاجات ليها علاقه بينا احنا بقى وبصولاتنا وجولاتنا. ده اللي انا خايف منه. لا مش خايف من المهنه. انت حبيبي انت حبيبي. عشان كده انا خايف. بص يا دكتور، دلوقتي احنا في عندنا يعني ساعات في اسعار خدمات وسيرفيس بتقدم في مراكز التجميل، هي فيها تفاوت رهيب، وخصوصا ان احنا من اريا واحده، منطقه الصعيد، ما بين مثلا القاهرة وما بين الأقاليم. الفروق، الفجوات السعرية ما بين السيرفيس اللي بتتقدم، هل فيها نسبة من أنواع الانفليشن في بعض المناطق، أو في حاجات بتبقى اوفر ريتد وبتتباع على أساس براندنج أكتر منها فاليو للمريض. الحتة دي تحديدا بتشوفها ازاي؟ وتحديد القيمة للسيرفيس مرتبطه بالفاليو ولا هي مرتبطه بالبراند، باسم المنتج نفسه او اسم الحاجه اللي بتتعمل؟ طيب هو ده يعني خلينا نتفق ان السؤال ده مهم جدا، عشان خاطر يعني كلنا يعني بنعيش اليومين دول. بس هو لو هنتكلم هنثبت البراند ولا هنتكلم على الانفليشن يعني بشكل عام؟ يعني نتكلم على الانفليشن يعني وبعد كده نتكلم عن البراند. مثلا حد بيستخدم البراند وحد ثاني بيستخدم البراند بس الاسعار متفاوته، ولا ده بيستخدم براند؟ احنا عايزين نرد على الاثنين. تمام. طبعا حاليا في الايام دي البراندنج هو اهم حاجه في الماركتنج، وخاصه ان هو يعني مجال التجميل ده ما بقاش يعني ليه علاقه يعني ما بقاش ليه علاقه بالعيان، لكن بقى ليه علاقه بالكلاينت او بالكاستمر. تمام. هو اللي بيجي لك مش عيان، هو جاي لك عايز يعمل حاجه تجميليه كويسه علشان خاطر يبقى احسن، يصلح اي حاجه الزمن عملها يعني. فبالتالي فانت بتقدم سيرفيس، والسيرفيس دي انت اللي بتقيمها على اساس خبرتك، على اساس تجربتك، على اساس شطارتك، على اساس الثقه بتاعت الناس، على اساس الريفيوز اللي الناس بتديها لك. فانا لما اجي اروح عند الدكتور احمد العطار اعمل عنده سيرفيس معينه، لا انا عارف الدكتور احمد وسالت عليه، ده يساوي كتير. لو انا بعمل نفس السيرفيس او في اي دكتور تاني بيعمل نفس السيرفيس لسه يعني بيحبو او يعني بيخطو في مجال التجميل، صعب جدا هيكون البرايسنج بتاعه. ولو ان دلوقتي كله كله شايف بالظبط كده. يعني دلوقتي كله شايف نفسه يعني كده من اولها كده. انا حطيت رجلي شفت لي فيديو يوتيوب هخش بكره احقن بقد كده، او عندي فولورز كتير، كتير، او ده طلعت بالظبط كده، او مشتري اي حاجه. فالفرق واضح. احنا بنتكلم على الرولز الاساسيه اللي المفروض نكون ماشيين عليها. الخبره بتفرق، الاسم بيفرق، وقبل دول ثقه الناس والشطاره بتفرق. فانا مش بسمي ده انفليشن، انا بسمي ان انت حقك انك انت تحط لنفسك السعر او البرايس اللي انت دفعت فيه سنين عمرك، وده مش هنقول ده تمن خبرتك، انك انت عشان تعمل حاجه للعيان تبقى انت مطمن والعيان مطمن والعيان ياخد احسن نتيجه بالسعر المناسب، ده يساوي كتير. فده بالنسبه للبرايسنج. فالانفليشن ما بين الدكاتره، او مش هنسميه انفليشن بل البرايسنج ما بين الدكاتره، ده ليه اختلافاته اللي تحترم ازاي. لما حد بيفهم يبص على الدكتور فلان البرايس بتاعه كذا، لا ده يستاهل.
اوكي. ده يستاهل ويستاهل اكتر من كده قيم بكتير. البرايس. طبعا مم. ده عشان انت بتاخد فاليو قصاد البرايس دوت مم. بتاع خبره الدكتور، وتسلم ليه نفسك وانت مطمن. البرايسنج بتاع البراندنج بتاع الادويه ده بقى بيختلف بحاجات كتيره جدا، او الماتيريالز اللي بنستخدمها. لو في ماتيريال انا عامل لها براندنج حلو قوي حلو قوي، مم. وبقى عندي فولورز كتير زي ما انت بتقول، مم. خلاص الناس شايفاها كتير وواثقه فيها، فانا كصاحب براند لا من حقي احط يعني البرايس اللي انا عايزه. مم. حتى لو كان سعره غالي جدا، بس مين اللي بيشتري ومين اللي بيعملها؟ الكاستمر او الدكتور بيشتريها عشان شاف البراندنج ليها، فهو ده بيبيع البراندنج بغض النظر جوه ايه بقى. اوكي. بس مع الوقت بيبان. مم. هنا بقى لو انا استمريت مع الوقت لما عرفت ان النتائج ده مش قد البرايسنج، انا المفروض كدكتور او انا اللي بدي دوت، انا المفروض اللي اوقف البرايسنج ده عند حده. لكن مش ده اللي بنشوفه، هم بيشتروا البراند ايا كان اللي جوه ايه، وايا كانت المشكله ايه، حتى لو كان حاجه اقل منه بقيمه او فاليو اكتر منه. لا عشان ده معروف وده مش معروف، او ده براند او انا خاف اجرب ده. فبالتالي لو البرايسنج اللي بيأدي الخدمه للدكتور لا تساوي كل واحد، بس نوزنها بالعقل، كل واحد بخبرته وبشغله وادائه. لكن في البرايسنج بتاع البراندنج لا، دي محتاج مراجعه. طب بخبرته ولا بقريته؟ بخبرته ولا بايه؟ ولا بقريته؟ منطقته. والله بص، انا شايف يعني الاول المنطقه بتحدد السعر؟ المنطقه بتحدد السعر. لا، المنطقه مش بتحدد. يعني هي نفس الخدمه هي ونفس البراند في مكان مثلا في ايجيبت، في بالظبط، غير في مصر. غير في مصر. تمام. لا انا فاهم ده. بص احنا برضو في مشكله عندنا، وده طبيعتنا كمصريين. تمام. دايما انا لما بحب يعني اجي اشوف حاجه، لا اديني اغلى حاجه. اوكي. عشان فاكر ان الاغلى حاجه دي هتبقى احسن. ابغي 100 حبه من هذا. اديني 100 حبه. اعطيني 100 حبه من ده. فاهم قصدي ايه؟ فانت لما تيجي تشتغل في اريا، الناس اللي موجوده فيها بفكر معين، بثقافه معينه، انا ما اقدرش حاجه بعملها في اريتي مثلا ب 1000 جنيه اعملها عندهم ب 1000 جنيه. تمام. مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر انت تقييمك في المكان ده مع الناس دي كده. لو عملت ده يبقى لا، يبقى اكيد هيشك في المنتج، يقول لك لا يبقى اكيد يا اما هو مش شاطر، يا اما ده الحاجه اللي عنده مضروبه. انا بس براعي ربنا. ايه ده؟ في حد لسه بيراعي ربنا؟ ده ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ غريب قوي الكلام ده. بالظبط كده. فده مش خالص يعني. فهقول لك انا على قصه كده صغيره بالنسبه للبراندنج ده. انا زمان كنت بشتغل تناسليه وكنت بشتغل عمليات، وبعد كده قلت لا مش هشتغل تناسليه تاني ومش هشتغل عمليات تاني. اوكي. وجالي عيان عايز يعمل عندي فاريكوسيل. انا مش عايز اعمل له الفاريكوسيل خالص. تمام. فبعد ما عملته قلت له هتروح تعمل عند الدكتور جراحه فلان هتعمل فاريكوسيل. تمام. انا عايزك انت تعملها لي. يا عم انا مش هعملها. رحت حاطط له رقم، تمام، عشان بطفشه. رقم كبير جدا. تمام. راح سال عند الدكتور الفلاني ده، قال لي طب مش عارف ايه. راح سال عند الدكتور الفلاني لقاها مثلا 10 الرقم اللي حاطه، الرقم اللي انت حاطه. قال لي انا مش هعمل اللي عندك. فكلبش فيك اكتر. كلبش فيك اكتر. قلت له والله قال لك الغالي ثمنه فيه. هو ده. قال لي والله لا اعمل عندك. قلت له لا والله ما هتعمل عندي. برضه يقول لي لا اصل انت بتعمل كذا وهو بكذا، يبقى انت كده احسن. قلت له ما بتحسبش للاسف كده. في الثقافه دي. فهي دي المشكله. فانت لما تكون موجود في اريا، لا لازم تراعي احترام الاريا ده. احترام الاريا من احترامك لنفسك. تمام. مش بتغلي، لكن هو الفكره كلها ان هو انت البرودكت يستاهل ده، لكن انت في الاريا بتاعتك اللي هي مش هنقول الاريا اللي يعني ناسها ما يقدروش يدفعوا الطبيعه بتاعتها، الطبيعه بتاعت المنطقه اللي انت فيها. يبقى ايه؟ لا انا باخد من حقي من خبرتي وبنزل عشان العيان ده او الكاستمر ده عشان اقدم له السيرفيس في الحته دي. بس السيرفيس دي في المكان اللي بقدمها دي على فكره تسوى كتير قوي في مكان تاني. فهي دي النقطه، انك انت بتنزل عشان خاطر تعمل، لكن ده مش. طب هل في ترندز كتير طلعت في الفتره الاخيره في مجال التجميل تحديدا؟ لان هي كان انا دايما بقول الجمله دي، بقول للاسف الشديد ان احنا تخصص الجلديه هو مستباح من كل حته. هو ظهرنا مكشوف يعني، عارف، لان في ناس كتيره جدا بتحاول تحط ايدها في التجميل. هي مالهاش اي علاقه بالمجال ولا بالطب اصلا خالص. تماما. بس نظرا ان هي الحاجه السهله اللي ممكن تتعمل وتجيب فلوس كتير. تمام. فبمشي وراها. لكن انا يعني طول ما احنا قاعدين في العيادات بيجي لنا حاجات بتطلب، ترندز كتير. هي لسه ما خدتش وقتها من البحث والدراسه. هي المريض سمعها من السوشيال ميديا، هو جاي عايز يعملها ويطالبها منك تحديدا، وجاي مثلا عند القيمه والقامه دي متخيل ان الحاجه دي عندك.
ففي حاجات بتبقى ما بتقدمش اصلا، بالظبط في حاجات بتبقى فنكوش بالظبط بس بالظبط بتبقى بس هو ضلالات. اكل عيش وخلاص بس ومش طب خالص، طبعا. وبس بتطلب. بالظبط وبقيت لو ما بقتش موجوده عندك او ما بقتش بتقدم السيرفيس دي، هتبقى انت يعني مش مواكب بالظبط التطور اللي حاصل. بتشوف الحاجات دي ازاي وبترد على المريض في الحته دي، جزئيه الديبيتس بتاعت اللي هو المريض اللي جاي ماسك ورقه وسائل شات جي بي تي وعامل الحاجات دي كلها وجاي مذاكر مريض الشنقيط بالظبط الشنقيط بالظبط كده، اللي هو يعني وجاي يقيم علمك يعني من خلال معرفتك بالترند ده. بالظبط. تشوفها ازاي؟ بص يعني انا بشفق على الناس دي بصراحه هم بيحاولوا يعني يعملوا نفسهم فاهمين كل حاجه، هم مش عارفين اي حاجه خالص. تمام، بيسالوا الشات جي بي تي او يخشوا على اي حاجه، مواقع السيرش والحاجات دي كلها، ويطلعوا باي معلومه ويجوا يناقشوك انا عايز اعمل ده ومش عايز اعمل ده، او يتفرجوا على زي ما حضرتك بتقول الترندات والفيديوهات ويشوفوا ده عمل ده، واللي هو الاند يوزر اللي طالعه بتوصف الحاجات الفظيعه فشافتها عايزه تعمل زيها بغض النظر عن ايه. انا بصراحه انا عمري ما مشيت ورا ترند ولا جريت ورا ترند، وما يهمنيش ان انا العيان يشوفني ما اعرفش حقنه السيكارو واسماء معينه، اسماء. بص هي اسماء رهيبه وكده وحاجه رنانه يعني، فاهم قصدي ايه، والحاجه اللي مش عارف ايه المائي وحاجه الهوائي ايوه والذهبي والملكي والدوائي والملكي ده مع احترامي الحاجات دي كلها، بس هو هتيجي تلاقي الكومبوننت يعني الكومبوننت كلها والكونتنتس واحد، بس انا بسمي علشان خاطر لا ده بيعمل حاجه جديده. تمام، فانا عمري ما مشيت ورا ده، ولما بكون عارف مش عارف حاجه بقول انا مش عارف، لما اكون مش مقتنع بحاجه بقول لا انا مش هعمل ده. طب يا دكتور ده كل الناس بتعملها، انا مش كل الناس. هنا بقى يجي ثقه العيان فيك، العيان ده بتاعك او الكاستمر ده بتاعك ولا مش بتاعك. لو واثق فيك انت، لو قلت له اشرب ميه هيشرب ميه، مع ان الموضوع ده يعني فنكوش برضه، لكن الفكره كلها لو هو مش واثق فيك هو هيجي عايز يعمل حاجه ويمشي، فانت لو عملتها له برضه هيمشي. يعني هو هيدور على الترند التاني فين، عشان انت مش معقول انت سايب شغلك وقاعد للترندات النهارده هنعمل ايه، فاهم؟ هيجي النهارده يعملها عندك وتاني يوم هيمشي هيشوف الترند التاني فين. بس في الاخر لا يصح الا الصحيح. ده بص انا ماشي بيها ودي بطمن بيها نفسي، في الاخر لا يصح الا الصحيح. وعلى فكره يعني بدانا بوادر ان لا يصح الا الصحيح. يعني انا شايف كده الدنيا باشا، يعني الناس بدات تفهم، بدات تعمل، يعني الدنيا بدات تتغير. من السهل ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن من المستحيل ان تخدع كل الناس كل الوقت. حقيقه. انت كنت فين بقى في السيزون الاولاني؟ انهي سيزون ده؟ السيزون بتاع الجامدين. كنت فين يعني؟ كنت فين؟ انا مش فاكر كنت في السامبا في البرازيل. يعني انا ما زعلكش في حاجه زي دي، انا طبعا افتقدتك. تمام. بس يعني عايز بما ان احنا اتكلمنا عن البرازيل، انت شفت ايه هناك مميز قوي رغم ان هو يعني انا من خلال زيارتي قبل كده في فرق بين العيشه والحياه. تمام. إن مش شرط انك تكون عندك لاكجري او عندك رفاهيه او عندك عشان تعيش تستمتع بحياتك. حقيقه. اللي لمسته الحقيقه في الشعوب دي تحديدا هم بيعرفوا يتبسطوا جدا، حتى ايفن لو هو مستواه المادي ضعيف جدا بالزبط. او على قده، او بس عارف يستمتع بالتولز اللي عنده بالظبط، بالحاجات اللي ربنا مديها له، يعني الستايل اوف لايف اللي احنا بنفتقده عندنا. انت شفت ايه هناك يعني لما رحت كده ريو دي جانيرو؟ احكي لي كده. بص هو مبدئيا بس في الاول انا افتقدت الموسم الاولاني فعلا، وكان غصب عني، وهي الترتيبه بتاعت السفر كانت قبل بكتير جدا الموضوع الموسم، فما عرفتش يعني اظبط الدنيا. لا سماح، يعني وانا ده احنا كده قايل برضه رايحين لصله الرحم برضه، دي حاجه مهمه جدا يعني ابن اخويا فايه بالظبط كده. لازم نشوف يعني. بصراحه يعني البرازيل انا اتفاجئت بحاجات كتير جدا. اول حاجه انا كنت حاطط في دماغي حاجات ما لقيتهاش، وما كنتش متخيل حاجات لقيتها. تمام. اول حاجه زي ما انت بتقول كده الموضوع الانبساط، هم ناس ما عندهمش غير بحر وكوره. يعني انا كل اللي شفته ان عندهم الكوره ده يعني اسلوب حياه. الشواطئ كلها مليانه ملاعب، ودي كانت الحاجات الغريبه اللي شفتها بصراحه، اللي يعني حد يروح طالع من مش عارف ايه يخلص يروح يلعب كوره، ومفتوحه الشواطئ طول اليوم 24 ساعه. مفيش حاجه اسمها برايفت بيتش ولا حاجه، البحر للكل والبحر للجميع، ومفيش حاجه اسمها وكل حاجه، وعليه ناس بتنزل البحر وناس بتلعب كوره. فعشان كده الناس دي مفيش كيو ار كود ومفيش برايفت بيتش ومفيش العبث اللي احنا عايشينه ولا اي حاجه من العبث ده كله زي ما بتقول. ده لعب ده الحاجه الوحيده، فقلت لازم تطلع احسن لعيبه كوره في العالم. تمام. خلاص هو بيطلع يتغذى في المدرسه، يطلع يلعب كوره، مش عارف ايه يلعب كوره. فالشواطئ دي فاجئتني، الانبساط الناس في الحياه ان هم سعاده
السعاده، مش شايلين هم اي حاجه خالص على الرغم ان هم مش اغنياء، وبلد غاليه، بلد والبلد غاليه نفسها، في انفليشن وفي فساد وفي كل وفي حاجه، كل حاجه، والبلد غاليه، بس الناس يعني ايه بيعرفوا بيعرفوا يستمتعوا بحياتهم، يستمتعوا بوقتهم، والوقت يعني وقت والسعاده سعاده. احنا لما كنا هناك كان في وقت الكرنفال بتاع البرازيل، حاجه خيال، جميله، الناس بتتبسط بالظبط، باقل التكاليف واقل حاجه. مش لازم تبقى ساكن في الحته الفلانيه ولا بتروح النادي الفلاني، ولا بالعكس، انت باقل الحاجات المتاحه ليك بتستمتع بحياتك وعايش ستايل اوف لايف يفتقدوا اغنى الاغنياء اللي ممكن يبقى عايش هنا في مصر، بالظبط، وعايش في احسن الكومباوندز ومعاه راكب احسن عربيات، لكن هم منتهى البساطه ومنتهى السعاده والاستمتاع والتساهل. دي اللي الحقيقه لمستها جدا في زياره البرازيل، وعايز اعرف اللي هي هم بيعملوها ازاي، الايكويشن دي بيعملوها ازاي. غالبا هم الناس دي بتعرف يعني بتفرق ما بين الشغل وما بين الاجازه، او وده اللي احنا بنفتقده. احنا عندنا بنشتغل في الاجازه بالظبط، وساعات بناخد اجازه من الشغل بالظبط كده. الدنيا عندنا معكوسه، تلاقي عندنا شغل وبنسافر، عندنا اجازه لا وبنشتغل بنخلص الحاجه اللي عملناها. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم بيشوفوا كل حاجه بسيط، سعاده في كل حاجه بسيطه. احنا بنحط شروط للسعاده، لو ما حصلش كده يبقى مش هتبسط. لا صح. انت احنا قاعدين في قعده زي كده وبصور مع الدكتور احمد العطار، انا في منتهى السعاده ان ده موجود. ممكن يعدي بس ما تثبتنيش عشان في اسئله ثانيه، انا مش هتثبت بالجملتين دول، لا يعني لسه انا بحاول اجيب الموضوع كده واحده واحده قلبك عليا، فالموضوع اللي ايه لا مش هيحصل. فدي النقطه. لا هم بيتبسطوا جدا. الحاجه بقى اللي ما لقيتهاش استغربت منها جدا موضوع البن. اتفاجئت في البن هناك، ما لقيتش. احنا بنسمع البن البرازيلي لا هم يعني طلعوا ما يعرفوش موضوع القهوه التركي اللي احنا بنعملها. لا خالص، مصر بس اللي بتعملها. طب واتصدمت في تركيا اكتر، وفي تركيا اكتر ان مفيش قهوه تركي. احنا جبناها منين انا مش عارف يعني، بس هي احسن وما تتشربش الا في مصر بالظبط، وما تعملش الا في مصر بالبن المصري بالظبط كده. بس فيعني حتى اللي هو البسله ده اصلا بالظبط. جبت من هناك بن معايا عشان خاطر ايه اعمله هنا، يعني جبته مش مطحون، قلت عشان هناك اخر طحنه ليه اللي هي الاسبريسو. فلما جبته مش مطحون قلت هجيب حبوب اطحنه في مصر، الطحنه بتاعتنا. جبته الطحنه بتاعتنا ريحته رهيبه جدا، فظيع، حلو قوي. تشربه مش البن بتاعنا، احنا اتعودنا على البسله، بتلاقيه خفيف. اتعودنا على البسله، هي البسله تقريبا او نوى البلح، هو تقريبا احنا بنشربه، هو ده اللي احنا متعودين نشربه. فاي حاجه حلوه اوريجينال يعني. تفتكر كده بالنسبه لنا ان احنا طبعا يعني حضرنا اخر ماتش مع بعض، كان يعني ذكريات سيئه جدا تفتكرها؟ دي كانت اول واخر مره الحقيقه مش هتفرج معاك على ماتشات تاني. انا يعني القرار دوت، حتى انا قلت التيمه دي كلها ما حسبتش على القهوه وجريت انت. انا قلت طبعا فرصه بقى اخلع، اعمل نفسي زعلان وكده وازوغ بالحساب. عملت نفسك زعلان يعني خسران وحاسب كمان يا راجل، ده كان صعب. بس رحت قايم بعد جون ياسر ابراهيم، رحت قايم بقى كان صعب، كان ماتش سان داونز ومن ساعتها ما شفناش خير خالص. للاسف. ساعتها حصل حاجه غالبا، واحنا مش عايزين نقابل الفريق التاني بصراحه يعني. غالبا لما طلعنا صورنا معاه وقعدنا معاهم ما بوظناهم. هو احنا السبب، احنا كنا في فندق الاقامه بالظبط، وده كفيل بحد ذاته ان خلاص نخرج من افريقيا بالظبط. بس الموضوع خلص كده. انا ما سبناش حد، ما تصورناش معاه ساعتها اليوم ده. لا ده انت قلت لي انك اصلا كنت في الدور اللي انا في الدور، انا الاوضه اللي جنبي كان طاهر. انت كل ايوه بالظبط، قلت لي في الدور وطاهر اللي جاب الجول بس عشان كان جنب العطار، معلش انا اسف. بالظبط كده. ياسر ابراهيم كان جنبك انت والشناوي اتصورت معاه. يا حبيبي انا في النهايه سعيد جدا جدا باللقاء ده، وخلاص يعني اقول خلينا النهارده المره دي حلقه طيبه حبيبي. السيزون الثالث بقى عشان احنا بنجر رجلك حبيبي. لا معاك يعني ماشيه طيبه المره دي حبيبي. بس كده وحلوه قوي على كده، ويعني احنا بس ايه شاورنا على الحاجات من بعيد كده، هنخش في التفاصيل بقى ايه بعدين السيزون الجاي ان شاء الله باذن الله. مبسوط قوي في النهايه حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا وسعدت بوجودك وتشرفت بيك، ودايما كده منورنا ومنور الجامدين حبيبي.